السلام عليكم إخوة، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على الزيادة في الأجور في القطاعات الحكومية. بالنسبة للناس ديال الدرك الملكي، الناس ديال الأمن الوطني، الناس ديال الوقاية المدنية، ديال الجيش الملكي، بالنسبة للقياد. والطريقة ديال هاد الزيادة، واش هي هاد 1000 درهم اللي غادي تزاد، واش غادي تبقى وحدة ولا غادي تزاد ولا تزاد على الدفعات. هاد الأمور كاملة غادي نشوفوها في هاد الفيديو إن شاء الله. كما عرفتوا، تداول في وسائل التواصل الاجتماعي زيادة ديال 1000 درهم سنة 2024 حتى ل2025. غادي تقسم على جوج ديال الدفعات. الدفعة الأولى ابتداء من 1/7، يعني دازت واحد في هاد الشهر هذا اللي داز. والدفعة الثانية 500 درهم ابتداء من 1/7/2025. غادي نبداو بالرواتب ديال رجال الأمن الوطني. هاد الرواتب الإخوان راه كنتكلموا على رواتب يعني خالي منها ديبلاسمون، خالي منها من المسؤولية، يعني الرواتب الصافية. بالنسبة لرجل الأمن، إطار حارس أمن، درجة حارس أمن، الرتبة الأولى. يعني المسؤولية، يعني بدون مسؤولية، يعني حتى المسؤولية راه تيتم يعني الخلاص عليها، كيتزادو واحد لي بريم ريسبونسابيليتي. وحتى على حسب الجهة، جهة الجنوب ماشي هي جهة الشمال، هي الجهة ديال الشرق، يختلفوا هادو. ولكن حنا غادي نتكلموا على الرواتب الصافية. بالنسبة لرجل الأمن عنده 6280 درهم. بالنسبة للمفتش، مفتش الشرطة، عنده 6699.48 درهم. كما كنقولوا الإخوان، بدون أطفال، بدون مسؤولية، بدون يعني بلا لي بريم. بالنسبة لضابط أمن عنده 8212 درهم فاصلة 28. بالنسبة لضابط شرطة 8212 درهم. بالنسبة لعميد شرطة كيتقاضى 10991 درهم بالنسبة لعميد شرطة. بالنسبة لعميد شرطة ممتاز 15379 درهم، 15000 درهم و379 درهم. بالنسبة للمندوبية، يعني الأجور ديال الموظفين المندوبية العامة لإدارة السجون إعادة الإدماج. بالنسبة للمراقب، مربي كيتخلص 5270 درهم. هاد الشيء الإخوان، هاد الأجور هادي بالنسبة للأجور مع الزيادة. يعني هاد لي صالير هادو اللي كنعطيوكم من هاد الأرقام، هادو راه مع الزيادة. يعني يعني بداك ال1000 درهم اللي مُعلن أنهم يزيدوها، راه زادوا 500 درهم فيها، و1/7/2025 غادي تتم الزيادة ديال 500 درهم الثانية. يعني حاليًا هاد لي صالير ناقص منهم 500 ديال الدرهم، 500 درهم. الأجر بالنسبة لضابط مربي 6038 درهم. بالنسبة لضابط مربي ممتاز 6316 درهم. بالنسبة لقائد مربي 7697 درهم. بالنسبة لقائد مربي ممتاز، هادشي في إدارة السجون، ديال إدارة السجون 10156 درهم. ندوزو الإخوان الناس ديال الوقاية المدنية. عندنا عون إغاثة، الناس ديال عون إغاثة الدرجة عريف 5177 درهم. بالنسبة لضابط صف 5370 درهم. يعني ما بين ضابط صف وعون إغاثة ما كاينش واحد الفرق كبير، كما كتلاحظوا واحد 200 درهم. بالنسبة لضابط مساعد، ضابط مساعد كاينة 8865 درهم. بالنسبة للأجور ديال أفراد القوات المساعدة، بالنسبة للمخزنية يعني مخزني كيتقاضى 5114. هذا بالنسبة للقوات المساعدة الإخوان. هاد السنوات الأخيرة يعني
تم الزيادة، يعني زادوهم صراحة الله تهلاو فيهم، زادوهم لي صالير حيت شحال هادي كانوا هُما اللي كياكلوا العصا ديما في الآخر، ديما عندهم واحد المسؤوليات كبيرة في وسط المجتمع، ولكن كانوا ناقصين لهم في لي صالير حتى هاد ال هاد ال10 سنين التالية عاد كانوا يعني كانت عندهم زيادة مستمرة باش يلاه وصلوا لباقي الأجهزة الأمنية اللي كاينة في المغرب. كما قلنا مخزني 5148 درهم، ضابط صف 6000 درهم، ضابط 9000 درهم. بالنسبة للأجور اللي كيتقاضاها الأفراد ديال الدرك الملكي، بالنسبة للضابط 9000 درهم. بالنسبة للأفراد ديال الدرك الملكي، عندنا التلاميذ ديال الدركيين فاش كيتخرجوا فاش كيكونوا في فترة التدريب كيتخلصوا 3800 درهم في الشهر لمدة سنتين ديال التدريب، وفاش كيسالي التدريب كيتخلصوا 6350 درهم. هادي في حالة إلا كانوا في الأقاليم الشمالية ما كانوش في الأقاليم الجنوبية، إلا كانوا في الأقاليم الجنوبية كيتزاد لهم هاد 1100 درهم ديال عندهم واحد يعني هذه الزيادة على حساب المهام اللي كيكونوا كيتداولوها في داك المنطقة اللي كيخدموا فيها. داكشي علاش الناس ديال الجنوب غادي تكون عندهم لي صالير طالعين على الناس ديال الداخل ولا ديال الشمال. كيولي كيتقاضى الدركي العادي رقيب دركي، تسمى رقيب دركي رتبة رقيب دركي 7450. زيد عليها أن الدركيين كيستافدوا من السكن الوظيفي طيلة المدة ديال الخدمة ديالهم. هذه ميزة زوينة كاينة بالنسبة للناس ديال الدرك الملكي اللي بغاو يلتحقوا بالجهاز ديال الدرك الملكي. بالنسبة لأفراد القوات المسلحة الملكية، الراتب ديال الجندي من الدرجة الثانية خلال التدريب 3800 درهم، وبعد التخرج تيتقاضى 200 درهم. بالنسبة للجندي من الدرجة الثانية بالقوات المسلحة الملكية، وتا هما عندهم واحد لي بريم ديال الديبلاسمون ولا ديال الجنوب. الناس ديال الجنوب عندهم 800 درهم، يعني كتزاد لهم على هاد 5000 على الراتب الصافي نيت، سالير نيت. الراتب الشهري لضابط الصف في القوات المسلحة الملكية كذلك حتى هو في ديبلاسمون عنده في السالير عنده 6200 درهم، وفي ديبلاسمون 1100 درهم. بالنسبة لضابط القوات المسلحة الملكية خلال التدريب، ضابط القوات المسلحة الملكية خلال التدريب كيتقاضى 5200 درهم على طيلة المدة ديال التدوين ديالو. 5200 درهم فاش كيتخرج برتبة ملازم ثاني. هذا بالنسبة ديال الضباط ديال القوات المسلحة الملكية، يعني فاش كيتخرج كيولي كيتقاضى بالمجموع ديال 9000 درهم. أما إلا كان في المنطقة الجنوبية كيتولي كيتخلص ب10200 درهم، 1,000,000 و4000 ريال. الأجر الشهري اللي كيتقاضاوه الناس ديال الإدارة ديال الجمارك والضرائب غير المباشرة، عندنا حراس الجمارك من الدرجة الثالثة 4571 درهم، ضابط الجمارك من الدرجة الرابعة 5000 درهم، ضابط الجمارك من الدرجة الثالثة 5324، ضابط الجمارك في الدرجة الثانية 6320. الناس بعد الإشارة إلى موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة كيتلقاو يعني عندهم واحد لي بريم، واحد العلاوات كل شهرين كتوصل ل8000 درهم على حسب الرتبة. بالإضافة حتى هما عندهم المزايا ديال السكن، يعني السكن مجاني. أما بالنسبة لقائد منطقة بوزارة الداخلية كيتقاضى 13045 درهم، 13000 درهم و45. كنتمنى الإخوان